احنا اصطبحنا النهارده واصطبح الملك لله على خبر تفجير خط انابيب الغاز المصري اللي رايح اسرائيل واللي رايح الاردن للمره الثالثه في اقل من 6 شهور، وهو نفس السيناريو بتاع المرتين اللي فاتوا. اشخاص ملثمين ومسلحين باسلحه آلي يكتفوا الحراس ويعملوا العمله وياخدوا ديلهم في اسنانهم، ولا من شاف ولا من دري، ومن غير ما حد يلحقهم ولا نعرف هم مين. وبعدين تبتدي المصادر الامنيه الممتنعه دايما لأسباب مجهولة تماما بالنسبة لنا عن ذكر اسمها تخمن في التقارير الإخبارية على المواقع الإلكترونية. يمكن عناصر فلسطينية دخلت عن طريق الأنفاق، يمكن متشددين مصريين من الإسلاميين اللي رافضين إن مصر تصدر الغاز لإسرائيل برخص التراب، ولحد دلوقتي الله أعلم. بس احنا هنحاول نعرف شوية تفاصيل أكتر من الأستاذ محمود عبد الكريم، رئيس قسم القضايا في الأهرام المسائي. مساء الخير يا أستاذ محمود. ايوه أستاذ محمود مساء الخير. ايوه يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هل في اي تفاصيل اكتر عن المسؤولين عن تفجير خط الغاز النهارده ولا لسه ما فيش اي معلومات؟ والله حضرتك هم بالنسبه للمسؤولين عن تفجير خط الغاز يعني كل الناس عارفه في منطقه شمال سيناء انه يكون وراءها يعني عناصر من حماس بتنسيق وتعاون ومساعده من بعض البدو في المنطقة. لكن البدو نفوا تماما وقالوا ان هم لا يمكن هيعملوا اي حاجه ضد يعني ضد الحكومه او ضد مصر بعد سقوط النظام، وان هم اللي بيحموا اماكن كتير من ضمنها خطوط يعني الغاز. انا بقول لحضرتك وليست هناك ادله قاطعه على شيء، انما يعني اغلب من يقيمون في المنطقه يعلمون ان هذا الاسلوب ليس اسلوبا مصريا، يعني هذا الاسلوب هو اسلوب حمساوي في المقام الاول، وزي ما قلت يعني ربما تكون هناك مساعدات من بعض عناصر البدو، لكن هو التنفيذ يعني هذا بحسب ما يقال وبحسب يعني ما سألت يعني بعض الإخوة اللي هم القريبين من موقع الأحداث هناك، ان هم بيقولوا هذا أسلوب حماس، حتى أن يعني المحاولات الثلاث اللي تمت فيها عمليات التفجير السابقة تمت بنفس الأسلوب. فطبعا يعني طيب حجم التلف المره دي زي المرتين اللي فاتت ولا اكبر؟ لان احنا شايفين لا الحقيقه طبعا يعني حجم التلف المره دي يعني اعتقد ان الخسائر اكثر من المرتين السابقتين، لانه معروف ان ده خط التجمع الرئيسي اللي هو بيحتوي على 4 خطوط. احد هذه الخطوط اللي هو متجه الى اسرائيل، والخط المتجه إلى الأردن، والخط المتجه إلى تركيا، بالإضافة إلى الخط الرابع وهو المغذي لمدينة العريش. فالخسائر المرة دي يعني كبيرة، والأربع خطوط اتدمروا. يعني حدثت خسائر يعني، لكن طبعا يعني هناك محاولات مكثفة من الجانب المصري لإصلاح الخلل وبذل أقصى يعني بس أقصد إنه الخلل ده بيعوق تدفق الغاز في ال4 اتجاهات دول. يعني يمكن مش سامع حضرتك كويس، انما بقول لحضرتك ان هذا الخلل يعني حتى يمكن النهارده الحكومه الاردنيه اشادت بالتعاون المصري في سرعه احداث او في سرعه الاصلاح بسرعه، حتى يعني يعود الخط الى كامل طاقته، خاصه الذي يغذي المملكه الاردنيه. وكذلك هناك محاولات مكثفه لاصلاح باقي يعني الخطوط المتجهة إلى تركيا وإسرائيل، وبطبيعة الحال إلى العريش. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود عبد الكريم، رئيس قسم القضايا في الأهرام المسائي. وده معناه إنه تدفق الغاز سواء للأردن أو لتركيا أو للعريش أو لإسرائيل متوقف لحين ما يتم الإصلاح، وإن شاء الله المرة دي نقدر نعرف هم مين بدل ما نقعد نخمن كده كل مرة.